فريق بايكداد للدراجات الهوائية هو فريق داعم للمرأة، وهو أول فريق في الشرق الأوسط بالعراق تحديدا يمكن المرأة من هذه الرياضة. دخلت له قبل 3 سنين تقريبا. حبيت هذا المجال لأن يساوي المرأة مع الرجل بهاي الهواية الحلوة، بغض النظر عن أنه هي رياضة. اعتبرتها وسيلة نقل أتنقل بها بمنطقتي. حلو. ونزلت من وزني هواي، حسنت عندي هرمون النمو وهرمون السعادة، لأن تعطي طاقة إيجابية كلش حلوة بالنسبة للمرأة. الشاب يعني يحبها من الصغر ويتعود عليها، بس المرأة من تسوقها بالكبر تحس إنه يعني سعيدة. صح. نعم. خاصة بمجتمعنا شوية والنظرة تختلف على هذا الموضوع. نعم. زين، أنت دائما ما تقدمين رسائل بخصوص المرأة حتى بفنش كفنانة تشكيلية؟ اي نعم، أنا ايضا عضو في مع بيت الكاريكاتير العراقي. لحد الان اعتبر نفسي هاوية الفن الكاريكاتير، لكن انا من الصغر ارسم كرتون وارسم قضايا مجتمعية، واحب اشجع كل القضايا المجتمعية. ما اركز على السلبية، اكثر شيء اركز على الايجابية. يعني مو انتقادية، ما تنتقدين يعني انتقد الحالات السلبية بالمجتمع اللي تكون اوفر كلش، بس احب ابرز الايجابي. طيب آلاء، اليوم احكينا عن الرسم او الرسم التشكيلي. بالنسبة لك هذا هو كان مشوارك وبدايتك في عالم الفن. شلون تطوعتي الى هذا الرسم او الى هذا المجال؟ هل انه عن طريق الهوايه او الدراسه ايضا؟ وش قد تنطرين نفسك هسه من 100 بهذا المجال؟ دخلت بهذا المجال من بدايه كورونا. طيب. أنا من البداية أرسم كرتون لأولادي بالمدرسة، بس بكورونا تعرفين وقت الفراغ هواية وملل، طورت من نفسي، قمت أرسم وأنشر بمواقع التواصل الاجتماعي. شافوني من رواد الفن الكرتون بالكوميكس والكرتون والكاريكاتير، قالوا خطوطك قوية بمجال الكرتون أكثر من الواقعي. أنا هم أرسم واقعي بالرصاص، بس الواقعي صعب، يحتاج ضبط نسب. فحبيت هاي الكرتون، ظليت أرسم شخصيات عدنان ولينا فلونة، شجعوني لهذا المجال. دخلت مع جمعية رسامي الكاريكاتير دورات يعني أونلاين. بعدين حبيت المجال هذا أكثر، طورت من عنده يعني بشكل يعني هو عن طريق الهواية أو طريق الدراسة؟ هواية. أنا مو دراسة أكاديمية، أنا خريجة إعدادية او ما كملت يعني بس فنون. عاشتيدش آلاء. آلاء هواي من الضيوف بالذات الرسامين دا لاحظ، يمكن تهم ملاحظين هاي الفقره، انه بدأوا مرات فنهم بايام كورونا. صح. تلاحظون بايام كورونا استغليناها. اقدر اقول انه فتره كورونا الناس كلها قاعده بالبيوت. انت بينك وبين نفسك فراغ ماكو عندك شيء، اكتشفتي انه انت عندك هوايه الرسم، هذا الشيء خلى عندي شيء او تطورين هذه الهوايه. أنا كانت عندي هاي الهوايه فاثناء المشاغل الحياه الزوجيه، وانا يعني قبلها قبل كورونا هم كنتي؟ اي كنت يعني انا اول ما تزوجت كنت ارسم، قلت لك كرتون لاولادي بالروضه. نعم. وسائل تعليميه، وانا عندي ولد من ذوي الاحتياجات الخاصه، فكانت عندي طاقه سلبيه كبيره. شلون افرغ طاقتي السلبيه؟ افرغها بشيء احبه اللي هو الرسم والرياضه. فطورت نفسي بمجال الرسم، إن عرفت الفيس هواية خدمني، عرفني على رواد فن الكاريكاتير ورواد بالفن التشكيلي. دعموني حيل، دعموني شجعوني. دخلت وياهم معارض، شاركت بأكثر من 53 معرض. ما شاء الله. نعم، وطورت نفسي. بس شنو، أنا أرسم بالورقة والقلم، حابة أطور نفسي على الرسم الرقمي. نعم.